خناقة كبيرة بتاعت الرز البايت يتاكل ولا ما يتاكلش. يتاكل يا جماعة عادي، بس هي الفكرة انا خزنت الرز من امبارح للنهارده ازاي. والله انا لو غرفت شويه الرز بمعلقه نظيفه وبقيت الرز قفلته وحطيته في التلاجة وصنته واحترمته، تاني يوم طلعته سخنته اكلت منه يبقى زي الفل. انما اللي سايبه حله الرز على البوتاجاز في الحر لتاني يوم، فالرز قطعا دي عظيمه جدا لنمو البكتيريا بالذات الباسيلس سيريس، ممكن تعمل مشاكل. فالناس اللي بتبالغ على الفيسبوك والكلام ده تقولك ما تاكلوش الرز البايت، ده المحشي البايت ده عايش مع ده ثقافه عند المصريين. المهم انا عملت ايه في الرز او المحشي من امبارح للنهارده. فلو سمحتي اعملي الرز على طول قبل الاكل، اغرفي وشيلي الرز، شيلي المكرونه، شيلي اي حاجه تفضل في التلاجة على طول، ما تسيبيهاش قاعده على البوتاجاز كتير. اللي عايز يطلع ويسخن. المره بقى سفنجه المطبخ اللي بنغسل بيها المواعين، في بحث اتعمل لقوا انها ممكن تشيل لغايه 54 بليون خليه بكتيريه في السنتيمتر المكعب. ده اكتر بكتير جدا من البكتيريا اللي موجوده في التواليت. عزكم الله. الفرشه بتاعت المواعين احسن بكتير من السفنجة بتاعت المواعين. السفنجة اصلا وسط سهل جدا يشيل ميكروبات. السفنجة المفروض تتغير بكتير كل اسبوعين. تفصلي السفنجات، يعني في ستات تحب تفصل سفنجة الكوبايات عن السفنجة اللي بتغسل بيها الحلل. انا مثلا احب افصل السفنجة اللي بعمل بيها مثلا صلصة في حلة، او اللي هي بتتبهدل قوي دي تتغير كتير، ومثلا اخلي واحدة للاستخدامات اللذيذة كده، فممكن تعيش معايا شوية اكتر. ممكن على فكرة تحطيها في شوية مية تحطيها في الميكرويف كل يوم بعد ما تخلصي غسيل المواعين، هتتعقم كل كام يوم، عشان مش لدرجة كل يوم يعني. بقى لما بنحطها في الميكرويف بنحطها مبلولة ونشغلها دقيقة، بعد ما تطلع نعصرها عصرة حلوة. وممكن تحطيها في غسالة الاطباق، ممكن اسهل حل والله، يعني انتي تحطيها في مية سخنة، شوية مية مغلية كده من الكتل وتسيبيها فيها اخر اليوم. ده مش معناه ان هي هتتعقم تماما، عشان بس تبقي عارفة، بس احنا على الاقل بنحجم شوية نمو البكتيريا الخطر. البيض الني مليان ميكروبات، على قد ما تقدري قليلي استخدام البيض الني في استخداماته بقى للمايونيز للايس كريم. لما تشتري بيض حطيه في التلاجة طبعا، ما تسيبوش بره، في ناس بتسيبه بره. لا، البيض لازم يتشال في التلاجة، ومش في باب التلاجة، جوه التلاجة نفسها. وما تغسليش البيض. في ناس بتفتكر ان من فرط النظافة ان المفروض اغسل البيضة. البيضة ربنا حاميها حواليها بطبقة من الزيت بتحميها من ان الميكروبات تتسلل ليها من جوه، تبقى معمولة اصلا عشان تحمي الكتكوت اللي هيطلع من جوه البيضة. فانت الغسيل كتير اللي بيحصل للبيضة ده بيخليها معرضة اكتر انها تلقط ميكروب. تيجي تحطيها على النار وتقلبيها وتستوي بسرعة كده من غير ما تاخد حقها في السوا قوي، تبقى هي نفسها مصدر للميكروب. فنضفيها لو فيها ريش او حاجة، ما تقعديش تغسلي فيها. عايزة تغسليها وربنا يكرمك انتي ست نظيفة، اغسليها قبل الاستخدام على طول بحيث ما تلحقش تتعرض لميكروبات. البيض ممكن يعيش معاكي من 4 ل5 اسابيع في التلاجة، او حسب ما طبعا مكتوب على العلبة بتاعته من المكان اللي انت جايبه منه. البيض اللي اتحط على النار واستوى خلاص ما ينفعش يتساب بره اكتر من ساعتين. عايزه تسيبيه حطيه في التلاجة. سلقه بيض سيبيه في التلاجة، انما ما ينفعش يتساب اكتر من ساعتين بره، عامله اومليت ولا حاجه والعيال ما كانوش الباقي، انقذيه في التلاجة او نسيه، مش هيعيش، هيلم ميكروبات. البيض المسلوق لازم تبرديه الاول قبل ما تدخليه التلاجة. على فكره البيض المسلوق من الحاجات اللذيذه جدا، ممكن يعيش معاكي لغايه اسبوع في التلاجة عادي. ممكن تسلقي كميه، انا عاده بسخنه بميه من الكاتل، يعني شويه ميه كده سخنه من البراد تحطيه فيها بترجع تسخنه عادي وتستخدميه. بذكر بقى السفنجة يبقى لازم اروح للليفه بتاعه الحموم. نفس الفكره، السفنجة والليفه بتاعه الحموم هي حاجات جميلة جدا، بالذات ليفا. انا بحب الليفا قوي عشان طبيعية، بس لازم تتغير كتير جدا انها بتلم جراثيم. الليفا برضو لازم هتغسليها وتعقميها مثلا، او هتحطيها في غسالة الاطباق. ممكن ساعات ناس ممكن تحطها في كلور مخفف قوي 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 لمدة 5 دقايق، بس انا بحس ان دي حاجة بتهري الجلد جدا لما الواحد يرجع يستحمى بيها. مش المفروض استخدم الليفا خالص بعد الشيفينج او اللي هو الحلاقة. مش بس للرجالة، في بعض الستات بتستخدمه، تستخدم ماكينة الحلاقة النسائية. بعدها الجلد بيبقى مفتح قوي وعرضة جدا للميكروبات. في ناس اصلا من غير ما حد يلمسها بعد الشيفنج بتبقى كلها حبوب، جسمها كله حبوب، فغلط انك تستخدمي الليفة بعدها، لان هي نفسها ممكن يبقى فيها جراثيم تزود لك الحساسيه والالتهابات. لما تستخدميهاش ابدا على المناطق الحساسه، لان هي هتاخد الميكروبات من المناطق الحساسه وتكبرها لك وتخمرها لك
ويفضل ما تستخدمش على الوش. الليفه الطبيعيه تماما دي محتاجه تتغير معاكي كل 3 ل 4 اسابيع، وطبعا ممكن تتغير قبل كده لو انت حاسه ان شكلها وريحتها مبقوش تمام. احسن ان انت تستخدمي بقى الحاجات اللي نازله جديد اللي هي بتبقى الفلافي دي اللي بتيجي مع الشاور جel، او تستخدمي زي زمان كانوا بيستخدموا الواش كلوث اللي هي زي الفوطه. في فوطه حموم لصفاء ابو السعود كانت بتقول عليها عندي فوطه وفوطه دي فوطه سكنتوطه. يلا ما علينا، نعمل الفيديو الجاي عن ده. نعمل واحد عن الخضار، الغسيل والتفريز الصح بتاعه والفاكهه والحفظ بتاعها عامل ازاي والتفريزات والحاجات دي. لو انتوا عايزين قولولي، ولو في حاجه مش في دماغي علموني، اكتبولي عليها في التعليقات. ربنا يقويكم.